التحليل السياسي في لبنان أبريل 2025. المشهد العام لبنان في أبريل 2025 لا يزال يدور في حلقة مفرغة من الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي، مع اشتداد التوترات الأمنية وتزايد النفوذ الإقليمي في قرارات الداخل اللبناني. البلد في حالة لا حرب ولا سلم، وكل القوى تنتظر من سيكسر هذا الجمود. أولاً، الأزمة الاقتصادية عم تتعمق، الليرة اللبنانية متذبذبة بشكل يومي والأسعار نار. ثانياً، لا وجود فعلي لأي خطة إصلاحية ولا أي اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. 3. المصارف ما زالت تضع يدها على أموال المودعين. 4. الغضب الشعبي بيغلي تحت السطح، لكن الناس تعبانة وموجات النزوح للخارج بازدياد. 3. التصعيد على الحدود الجنوبية. في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، التوتر بين حزب الله وإسرائيل ما زال متصاعدا. 5. الاشتباكات على الحدود شبه يومية، مع وجود خطر كبير من الانزلاق لحرب شاملة. حزب الله يحاول الحفاظ على الردع دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة. فاكتور 4. النفوذ الخارجي حاضر بكل تفصيل. إيران تدعم حلفائها في لبنان وتتابع ملف الرئاسة عن قرب. السعودية تحاول دعم خيار رئيس إصلاحي بعيد عن محور الممانع. 3. فرنسا والولايات المتحدة نشطين دبلوماسياً، لكن بدون تأثير حقيقي على الأرض. الكل ينتظر التسويات الإقليمية لتنعكس على الساحة اللبنانية. 5. الحراك الشعبي وينه؟ وبعد انتفاضة 17 تشرين الناس فقدت الثقة بأي تغيير. 2. الشارع هادئ ظاهرياً، لكن الغضب مكبوت. 3. بعض المبادرات المدنية بدأت تنشط مجدداً، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية. الخلاصة السياسية: لبنان بنيسان 2025 شو بلاد ينتظر تسوية، انفجار أو معجزة. الكل عالق سياسياً، اقتصادياً وأمنياً، لكن تحت السطح الأزمة عم تكبر. والتاريخ اللبناني علمنا السكوت الطويل عادة بينفجر فجأة